أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بالتعاون مع جامعة قناة السويس لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في قرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية. وتقدم القافلة الكشف بالمجان في تخصصات طبية متنوعة لكل الفئات العمرية، وتمتد لتشمل التوعية الأسرية للمقبلين على الزواج، بالإضافة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية المختلفة. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل بينضم إلينا من الإسماعيلية مراسلنا أحمد نبيل. أحمد، بعد تحية، لو تنقل لنا أبرز ما لديك من مستجد، تفضل. حور، أهلا بك. قبل 3 ساعات من الآن وب11 تخصص طبي انطلقت قافلة طبية شاملة داخل إحدى القرى الأولى برعاية في محافظة الإسماعيلية. هذه القافلة الطبية بالتحديد اتجهت إلى أهالي قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير داخل محافظة الإسماعيلية بتخصصات ذكرنا عدد هذه التخصصات والذي يقترب من 11 تخصص ما بين الأطفال والباطنة والرمد وكذلك النساء والتوليد وغير ذلك من التخصصات التي تهم المواطنين من الجنسين وكذلك لكل الفئات العمرية داخل قرية المنايف في محافظة الإسماعيلية، بدءا من الكشف الطبي ووصولا إلى العلاج. كل ذلك الخدمات تقدم من خلال مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس للأهالي هنا بالمجان. ليس فقط هذا وليس الاكتفاء عند هذا الحد، بل متابعة الحالات القادمة والمقبلة على هذه القافلة الطبية في الساعات القادمة، ومن يحتاج من هذه الحالات التصعيد إلى أشعة أو تحاليل وكذلك عمليات يتم ترجمة ذلك على الفور من خلال إجراءات محكمة ومحددة خلال هذا الأسبوع لتترجم على أرض الواقع تقديم هذه الخدمات حتى المنتهى بالنسبة لأهالي قرية المنايف داخل مركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية. وبالنسبة لللفظ الأهم في متن الخبر وهي كلمة شاملة، فالقافلة الطبية الشاملة لم تكتفي عند هذا الحد ولكن تبرهن الهدف من مؤسسة حياة كريمة في بناء الإنسان المصري، فتقدم خدمات في مجالات أخرى. فبالتوازي مع تقديم هذه التخصصات المختلفة هنالك توعية للأسرة بكل فئاته العمرية الحاضرة داخل هذه القافلة، وكذلك تقديم الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية. كل الخدمات داخل القافلة الطبية الشاملة تقدم بالمجان كما ذكرنا. كذلك هنالك توجه أن تكون هذه القوافل استمرارا للانتشار داخل الأماكن النائية والبعيدة داخل مراكز وقرى المختلفة داخل محافظة الإسماعيلية، وبامتداد هذه القوافل الطبية يتحقق المردود من الهدف من وراء هذه القوافل، وهو الإقبال الكثيف الذي جاء نتيجة الإخبار والإعلام لأهالي القرية من قبل أن تبدأ القافلة في هذا اليوم بوقت كافي يقترب من أسبوع مضى، وبالتالي المردود جاء بإقبال كثيف منذ الساعة الأولى ومستمر حتى الساعات القادمة لتقديم كل هذه الخدمات الطبية المختلفة لأهالي قرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير داخل محافظة الإسماعيلية. عودة مرة أخرى إليك حور. جزيل شكر لك الزميل أحمد نبيل مراسل إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل.